قناه اون سبورت المفروض تغير من قناه اون سبورت لقناه النادي الاهلي، تمام؟ لان انا مش اجباري اللي انا داخل اتفرج على اخبار ماتش القمه الاهلي وللزمالك الاقي اغاني للاهلي. فيلم وثائقي معمول للنادي الاهلي، بتقول لك في اخر الفيلم وهي بتتكلم، تمام، بتقول لك اتفرج علينا واحنا بنكسب ماتش القمه 32. ديت على قناه محايده، جايبين اسيستات زيزو والكام جول اللي هو جابه في النادي الاهلي وعمالين يحفزوا. جايبين الجمهور يقول لك احنا هنكسب واحنا الجمهور، احنا اللي ما بنسيبش الاهلي واحنا اللي بنعمل. حتى المذيع الطبال طالع برضك بيقول لك احنا الاهلي، النادي الاهلي عمره ما بيقع، النادي الاهلي في ماتشات القمه بياخدها، وتحفيزات تحفيزات تحفيزات. انا داخل اتفرج على قناه محايده، ما انتوا سبتوا ايه لقناه النادي الاهلي؟ يعني الكلام ده اللي انا شايفه ده لقناه النادي الاهلي، لكن ما فيش حاجه للزمالك، وعمالين يقول لك ازمات الاهلي، ازمات لعيبه الاهلي، ازمات جمهور الاهلي. الازمات دي بالنسبه لهم، والله ما عارف اقول لكم ايه يا جماعه، والله يعني اهو عايزه بس اعرفك ان خلاص نادي الزمالك كده كده مش هياخد الماتش بسبب اللي احنا شايفينه، مخلين الاعلام يتكلم، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في الملعب. تمام، خلاص كده احنا عرفنا ان نادي الزمالك يعني هيتعامل معاه اي حاجه عشان ما ياخدش الدوري. شكرا، مش هقول لك حاجه اكتر من كده.